من الايام وصل خبر لاسرائيل ان الجيش المصري بيتحرك باكتر من 60% من قواته ومعداته في الجانب الشرقي من سيناء، والمنطقه دي على الحدود بتفصل بين مصر واسرائيل، وكل القيادات الاسرائيليه توقعوا ان مصر اعلنت الحرب على اسرائيل، وده بسبب العدد الضخم من القوات المصريه اللي شاركت في العمليه بكل فروعها البريه والجويه والدفاع الجوي، واستخدمت الذخيره الحيه. لكن في الاخر عرفت اسرائيل ان دي مش حرب، وان دي مناوره بدر 96 واللي سببت ذعر كبير لاسرائيل، واشتكت اسرائيل بعدها مصر للولايات المتحده الامريكيه، وقالوا ان مصر بتجهز انها تحارب اسرائيل مره ثانيه. فهنتكلم النهارده عن سبب المناوره وتفاصيلها، وقدرات الجيش المصري في المناوره، ورد فعل رئيس الوزراء نتنياهو، وكمان ايه رد فعل الاستخبارات الامريكيه بعد اندهاشها من امكانيات الجيش المصري. فهنتعرف على كل ده بس بعد الفاصل. عاوزين نعرف الاول ايه هو سبب قيام مصر بمناوره بدر 96 وتوجيه الجيش المصري رساله تهديد صريحه لاسرائيل. والسبب هو ان تولى رئيس وزراء جديد الحكم في اسرائيل في شهر مايو سنه 96، يعني قبل المناوره ب4 شهور. ورئيس الوزراء الجديد ده كان نتنياهو، ودي كانت اول مره يحكم فيها اسرائيل. والمناسبه هو حاليا في الوقت اللي بكلمك فيه ده هو اللي بيحكم اسرائيل، وفي الوقت اللي تولى فيه الحكم كان اصغر رئيس وزراء يتولى الحكم في الوقت ده، فكان واخد شويه من حماس الشباب، وترتب على كده تصريحاته اللي كانت متهوره. يعني انه قال مثلا ان كان خطا من الاساس ان يعمل سلام مع مصر، والمفروض ان سيناء كانت تفضل معاهم، وقال كمان ان سلام مع مصر كان سلام بارد وحاجات زي كده. غير ان كمان بيوصف مصر انها العدو اللي في الجنوب. حتى رئيس مبارك بنفسه رد عليه وقال ان المفروض ان في اتفاقيه سلام، فالمفروض نتنياهو ما يقولش الكلام ده. والرئيس مبارك قال كمان ان انا لو كنت قلت كده كنتوا هتتضايقوا، فانتوا ازاي بتوصفوا مصر بالعدو وبترفضوا ان احنا نوصفكم بالاوصاف دي؟ وزياده على كده كمان ان نتنياهو عطل عمليه السلام مع فلسطين اللي كانت خلاص قربت تخلص ويحصل سلام ما بينهم في الحكومه اللي اتولت الحكم في اسرائيل قبل نتنياهو. فكل ده استفز الرئيس مبارك، مع ان الرئيس مبارك كان معروف انه من الاشخاص الهاديين اللي من الصعب استفزازه. لكن نتنياهو اضطر الرئيس مبارك انه يرد عليه، لكن بطريقته، ودي من خلال مناوره بدر 96. وبالمناسبه المناوره دي كانت باقتراح من العميد عبد الفتاح السيسي وقتها، والاقتراح ده قدمه لوزير الدفاع المشير طنطاوي. والاقتراح ده كان بيشرح تنفيذ مناوره خاصه على مستوى موسع جدا باستخدام القطع البريه والبحريه والجويه والدفاع الجوي، وباستخدام الذخيره الحيه. وده علشان كان طالع تقرير من المخابرات الاسرائيليه بيتكلم عن تدريبات الجيش المصري، وان الجيش المصري مش هيقدر يستوعب الاسلحه الغربيه اللي معاه، خصوصا ان الجيش المصري كان متعود انه يستخدم الاسلحه السوفيتيه، فهم كانوا متوقعين ان الجيش المصري مش هيقدر يستخدم الاسلحه الغربيه. وده لان الجيش المصري هيبدا يغير من منهجيه التدريب بتاعته بالكامل، المختلفه طبعا عن الاجهزه الشرقيه اللي جايه من الاتحاد السوفيتي، فمش هيقدر يتعامل الجيش المصري مع الاسلحه دي. وده كان اول سوء تقدير من اسرائيل لامكانيات الجيش المصري. فالجيش المصري قدر انه يجمع بين الاسلحه الشرقيه والغربيه، لا وكمان بيستخدمها بتفوق. وده لان مصر كانت بدات تتدرب على الRMA، وده كان سنه 1983 في تدريبات النجم الساطع ما بين مصر وامريكا. طب ايه هو الRMA؟ الRMA هو اختصار لكلمه ريفولوشن ميليتري افير، وهو انك تقدر تستخدم تكنولوجيا الاتصالات الحديثه لمراقبه ارض المعركه سواء الاقمار الصناعيه او غيرها، وتقدر كمان تعدل على الاوامر اللي موجوده في ارض المعركه. وبالمناسبه الRMA بيتم استخدامه حاليا في اوكرانيا، ان ازاي الجيش الاوكراني صامت لحد دلوقتي رغم الفوارق الكبيره ما بين الجيش الروسي والجيش الاوكراني. وده بسبب الولايات المتحده الامريكيه انها بتقدر من خلال الRMA انها تمد اوكرانيا بالمعلومات دي، فبتقول لها تضرب امتى او تهرب من الضرب امتى في وقت معين. المهم ان اسرائيل كانت شايفه ان مصر ما تقدرش تستخدم التكنولوجيا دي في الفتره دي، وشايفين ان مصر عشان تستوعبها هتاخد وقت يعني 10 سنين كده. لكن بعد حرب الخليج الثانيه اللي كانت بين العراق والكويت واللي شاركت فيها القوات المصريه، وكانوا بيحاربوا بجانب القوات الامريكيه باستخدام الRMA، فاسرائيل بدات تستغرب وتقول للمخابرات الاسرائيليه انكم قلتوا ان مصر مش هتقدر تستخدم الRMA دلوقتي. وكان رد الاستخبارات الاسرائيليه وقتها ان عادي ان مصر تنفذ بعض الاوامر باستخدام الRMA، لكن قالوا ان في فرق كبير بين تنفيذ الاوامر باستخدام الRMA وان مصر تحط خطه كامله باستخدام الRMA في مناوره بدر 96. وده كان سبب خوفهم وعدم تعرفهم على امكانيات الجيش المصري الحقيقيه. طب عاوزين نعرف كمان راي الاسرائيليين في مناوره بدر 96. التقارير الاسرائيليه بتقول ان المناوره كانت لمده 10 ايام، وكان الغرض من المناوره هو اسرائيل نفسها، لان اسم المناوره بدر 96 وهو نفس اسم العمليه العسكريه في حرب 73 ضد اسرائيل اللي كان اسمها بدر 73. فكان واضح
واضح ان دي رساله والمستهدف منها هو اسرائيل. واللي حصل في مناوره بدر 96 هو عبور قوات برمائيه من المشاة الميكانيكيه لصد هجوم اسرائيلي محتمل، مع التعاون مع قوات المظلات وقوات حرس الحدود والقوات الخاصه، وفوقهم غطاء جوي من القوات المصريه علشان يحميهم، وده علشان يتم السيطره على سيناء بالكامل وسحق القوات الاسرائيليه وتطوير الهجوم واختراق الحدود الاسرائيليه. يعني كمان مش هتسترجع ارضك بس، ده انت كمان هتهاجمهم داخل ارضهم. وده كان كلام الاسرائيليين على مناوره بدر 96. وكان رد وسائل الاعلام المصريه ان دي رساله تحذير لرئيس الوزراء نتنياهو انه يلزم حدوده ويعرف ان مصر امكانياتها قويه. والاسرائيليين بيقولوا ان العسكريين المصريين عاوزين يعيدوا عسكره سيناء، وده كان في اتفاقيه كامب ديفيد قبل ما مصر تعدل على بنود الاتفاقيه، وده طبعا بسبب التوتر الواضح بين الرئيس مبارك ونتنياهو في الوقت ده. طب عاوزين نعرف كمان راي امريكا وراي كولونيل امريكي سابق في القوات الخاصه الامريكيه ودراسته عن مناوره بدر 96. الكولونيل الامريكي قال ان مناوره بدر 96 كانت اكبر عمليه تعبئه حصلت في تاريخ مصر من ساعه حرب اكتوبر، وكان الهدف منها هو عرض القدرات العسكريه للجيش المصري للدول المحيطه بمصر وخاصه اسرائيل. والكولونيل قال ان الهدف هو استخدام كل قدرات الاسلحه المصريه في عمليه واحده، وده فعلا حصل. فما فيش سلاح في مصر ما تمش استخدامه في العمليه دي، كانها بالظبط حرب حقيقيه. والهدف هو ان القاده المصريين يختبروا القوات على الارض في صوره معركه حقيقيه، لدرجه ان الجيش المصري عمل عمليات مفاجاه وبعتها لمسرح العمليه علشان يشوف هل القوات المصريه هتستجيب للاوامر المفاجاه ولا لا. وتم ارسال القوات الخاصه في اماكن مجهوله في عمليات غير معلنه علشان يسيطروا على بعض الاماكن دي، وده في حد ذاته كان اختبار كبير للقوات المصريه اللي حسوا بالفعل انهم في حرب حقيقيه. والكولونيل الامريكي قال ان اكتر حاجه كانت مبهره في العمليه هي القدره على التحكم في عدد رهيب من القوات بمناوره ضخمه جدا زي مناوره بدر 96 وبمنتهى السرعه، لانهم نقلوا 60% من الجيش المصري لسيناء وعبروا قناه السويس في 6 ساعات، وده وقت قليل جدا. واللي يبهرك كمان اكتر ان دوله انتقلت من حاله السلم والاسترخاء العسكري للاستنفار العام في 11 دقيقه بس. انت عارف يعني ايه دوله تبقى في وضع سلم مره واحده تتحول لوضع حرب في وقت قاسي جدا زي 11 دقيقه؟ وده طبعا كان هدفه هو ارسال رساله ضمنيه لاسرائيل. فالرساله دي معناها ان انتم كنتوا فاكرين انكم بعد ما تحققوا السلام مع مصر فمصر مش هتهتم بقواتها وامكانياتها العسكريه، فانتم دلوقتي لازم تفكروا مره ثانيه. وده بالمناسبه هو هدف مصر، يعني مصر مش عاوزه تدخل في حروب ثانيه. الفكره كلها ان مصر بتستعرض قواتها عشان تعرف الجيوش الثانيه والدول المحيطه بيها ان مصر عندها امكانيات كبيره قوي، ولو دخلت قصادها في حرب فانت داخل معركه كبيره جدا مش عمليه بسيطه. المهم ان بعد ما الدوله عادت عاده الاستنفار العام في الدوله فكان كل جندي عارف بالتحديد هو رايح فين وهيعمل ايه، وده معناه ان كان في تدريب قوي جدا للجنود وعارفين هم بيعملوا ايه بالظبط. فالكولونيل الامريكي قال ان الهدف هو اظهار قوات وامكانيات مصر العسكريه لكل اللي بيراقب الاقمار الصناعيه، وطبعا اللي بيراقب الاقمار الصناعيه هم اسرائيل وامريكا. فمصر بتوجه رساله لاسرائيل ان احنا عاملين حسابنا وجاهزين لو اتجاوزتوا حدودكم. وبالمناسبه مناوره بدر 96 اتكررت تاني سنه 98 و2000 وسنه 2006 و2008 و2014 كمان، وامريكا كانت بتراقب مناوره بدر 96 وكان فيه نوع من انواع الاعجاب بامكانيات وقدرات الجيش المصري لدرجه ان امريكا طلبت من مصر انها تشارك معاها. وبالفعل امريكا شاركت مع مصر في سنه 2008 و2014، والمناورات دي شاركت فيها قوات بحريه، وامريكا شاركت بعض القطع البحريه الخاصه بيها. وترتب على كده زي ما تقول يعني ايه زعل بين اسرائيل وامريكا. واسرائيل قالت لامريكا انتم ازاي يعني بتشاركوا في مناورات الهدف منها الهجوم على اسرائيل؟ لكن امريكا طبعا بصت لمصلحتها عشان تستفاد قواتها من المناورات دي. وبالمناسبه مناوره بدر 96 ما كانتش هي اكبر مناوره عملتها مصر، لان مناوره بدر 2014 اكبر بكتير. لو عاوزنا نتكلم عنها ممكن حضرتك تعرفنا في التعليقات، وهكون سايب لحضرتك مجموعه من الفيديوهات في الوصف تقدر حضرتك تتفرج عليها براحتك. وبكده اكون خلصت، واتمنى ان اكون شرحت لحضرتك شرح مبسط، ويا رب ينصر مصر. سلام عليكم.